فلوسك في البنك بتتسرق من غير ما تحس، وكل سنة بتخسر 10% من قيمتها. التضخم مش كلمة في الأخبار، ده لسه صامت بياكل قوة فلوسك كل سنة. 100,000 جنيه اللي عندك دلوقتي بعد 5 سنين هتكون قيمتها الحقيقية 60,000 بس. 90% من الناس اللي بتستثمر في الحقيقة بتخسر أكتر ما بتكسب، لأنهم بيدخلوا بعاطفة مش بخطة. بيشتروا لما السوق يطلع ويبيعوا لما السوق ينزل. ده مش استثمار، ده انتحار مالي بطيء. لو معتقد انك محتاج فلوس كتير عشان تستثمر انت غلطان، وده بيمنعك تبدأ. الحقيقة تقدر تبدأ ب500 جنيه او 1000 جنيه بس. السر مش في المبلغ، السر في النظام والوقت والانضباط. التضخم مش صدفة، ده ضريبة خفية على اللي مفيش عندهم أصول. اللي بيركن فلوسه وبيعتقد انه كده آمن، في الحقيقة هو بيدفع ضريبة صامتة كل يوم. الفلوس الراكدة بتساوي خسارة مضمونة. الفرق بين اللي بيكسب واللي بيخسر، الفرق مش في كام فلوس، الفرق في ازاي بيوزعها. محفظة مشتتة بتقتل العائد. التنويع الذكي مش انك تشتري 10 ادوات، ده انك توزعهم على حسب الهدف والسيولة والقدرة على المتابعة. امتى تبيع الاسهم وتشتري عقار؟ الاجابة مش لما احس، لا، الإجابة هتوفر لك سنين تخبط. الانتقال العشوائي بيخسرك وقت وفلوس. الانتقال الذكي بيبقى معتمد على 3 أرقام: السيولة المتاحة، حجم المحفظة، والهدف الزمني. أقوى قوة في الكمال المالي مش في الذهب ولا العقار، لأ، ده في الكومباوند افكت، و90% من الناس ما بيستخدموش صح. 1000 جنيه شهريا مع نظام صح ومع وقت بتساوي نتيجة مبهرة. بس الشرط ما توقفش، ما تغيرش المسار، وتخلي العائد يعيد استثمار نفسه. خطة جاهزة بتساوي فشل مبرمج. ليه؟ لأن وضعك المالي فريد ومش هينفع يكون نسخة مكررة. الدخل والسيولة والأهداف وتحمل المخاطرة مختلف من شخص للتاني. النظام الاستثماري بيبدأ بتشخيص الوضع الحالي قبل ما تختار أي أداة. رحلة من غير خريطة بتساوي ضياع، والناس اللي بتتخبط مش عارفة ليه ومش شايفة نتيجة. المسار المنظم بيقسم الرحلة لمراحل، من بناء المعرفة لاختيار الأدوات، ده غير تحديد القنوات، وإنك تعرف نقاط الدخول والخروج لكل مرحلة، وكل مرحلة ليها هدف تعليمي واضح. الكلام النظري بيشرح، لكن التنفيذ هو اللي بيبني، ومعظم الناس بتقف عند الكلام. الخطة قبل التنفيذ بتمشي معاك خطوة بخطوة. تفتح حساب فين، تبدأ بإيه، تراجع إمتى، تقارن الرسوم والسيولة. التعليم التطبيقي هو الفرق. السوق المصري والسعودي والإماراتي كل سوق له قوانينه، ومعظم الناس بتدخل غلط. منصات الأسهم، الصناديق، العقار الرقمي، الصكوك، مش مجرد أسماء، دي قنوات دخول مختلفة. الفهم التعليمي بيقولك امتى تستخدم ايه وليه. لو استثمارك بيدور عليك كل يوم، انت مش مستثمر، انت موظف عند محفظتك. الأتمتة التعليمية مش للبيزنس بس، ده فيه كمان للشراء الدوري والمراجعة التلقائية وإعادة التوازن. النظام بيشتغل بذكاء عشان انت ترتاح وتتابع الأهم. الخوف من الخسارة بيخليك تخسر الفرصة الأكبر، والخوف ده هو أكبر ضريبة على الفقر. المخاطرة مش مغامرة، المخاطرة التعليمية هي إنك تدخل بعين مفتوحة، نقاط خروج واضحة، وحجم مركز محسوب. الخوف بيختفي لما يكون في معيار. الفقير بيشتري الأصل عشان يستهلكه، المستثمر بيشتريه عشان ينتج. والعقلية دي هي اللي بتفرق. العقلية الاستهلاكية بتخلص الموارد، العقلية الاستثمارية بتحول الموارد لأدوات شغالة. التعليم بيبرمج العقل تلقائيا على الخيار الإنتاجي. الفرق بين النصيحة والنظام إن النصيحة بتنتهي، لكن النظام بيفضل معاك للأبد. وهو ده السر، مش اشتري ايه، لكن ازاي اقرر. المنهجية التعليمية بتديك اطار تفكير، من تقييم، من مقارنة، من تنفيذ ومراجعة. في 90 يوم ممكن تحول التخبط لخريطة واضحة، واللي ما بيبدأش النهاردة بيضيع سنة كاملة. خطة التنفيذ بتبدأ بخطوة صغيرة: هيكل الدخل، اختيار أداة واحدة، شراء أولي، مراجعة بعد 30 يوم. التكرار المنظم هو اللي بيصنع الفرق التعليمي. احذر من الوعود السحرية. التعليم الحقيقي بيحترم الوقت والمخاطرة، وأي وعد ب50% شهريا ده فخ. أي مسار سليم بيبني على 3 أرقام قابلة للقياس: منصات واضحة، شفافية في الرسوم والأداء، مفيش اختصارات، مفيش هايب، بس خطوات منهجية. دلوقتي وانت بتشوف الفيديو ده، في شخص بيضبط توزيع محفظته وفق خطة. ايه اللي بيمنعك انك تكون مكانه دلوقتي؟ الوقت بيمشي، والمفاهيم المالية محتاجة ممارسة. الفرق بين اللي بيتقدم واللي بيفضل مكانه مش في الحظ، ده في البدء المنظم النهاردة.
المجتمع التعليمي مش مجرد جروب، ده شبكة أمان ونمو، والعزلة دي بتقتل تقدمك. التعلم لوحده صعب، الانضمام لمجتمع بيفتح آفاق، تحليلات، مقارنة أدوات، مناقشة تحديات، تشجيع على الاستمرارية. المعرفة بتكبر بالمشاركة. استثمر بذكاء، ابدأ بنظام. المعرفة قوة، والتنفيذ حرية، والوقت مش هيستنى. ولو عايز تطلع من دايرة التخمين وتدخل دايرة الفهم المنظم، تابع المحتوى التعليمي وحمل الدليل المجاني، وانضم المجتمع المهتمين بالبناء المالي الصحيح.